الاهلي تحت قيادة العبقري مارسيل كولر يقدر يختم دور المجموعات بفوز مهم على يانج افريكان، والاهلي بقاله فترة طويلة جدا ما قدرش انه يطلع من دور المجموعات بدون اي خسارة، لكن النسخة الحالية الاهلي قدر يعمل كده. وليه مارسيل كولر عبقري؟ لان مارسيل كولر قادر يعمل روتيشن بشكل سريع ما بين اللعيبة، لان هو عارف الفترة اللي جاية يبقى فيه تلاحم مباريات كتير بسبب تأجيلات مباريات الدوري، ولكن النهاردة الاهلي قدر يطلع من المباراة باللي هو عاوزه، وقدرنا كمان نشوف لعيبة ما كانتش بتشارك وقدرت انها ترجع من تاني زي كوكا وزي اكرم توفيق. انت يا سيدي هتبص على كل لاعب هتلاقيه بيشارك مع مارسيل كولر عادي جدا، ودي ميزه قويه جدا بتميز المدرب العبقري وتميز الفريق القوي، والميزتين دول موجودين دلوقتي في تيم الاهلي. اخيرا اخر مباراه في دور المجموعات واخر بروفا قبل فاينل كاس مصر، الاهلي بيبعت رساله قويه للزمالك وبيقول خاف على نفسك، ولكن انا بقول للاهلي يا اهلي ده احنا حبايبك وجيرانك وقرايبك، فاهدى علينا في مباراه الكاس.